إيه، الله يرحم أيام زمان. مقولة دايما يقولها المصريين، الله يرحم أيام زمان. جدك قال لأبوك الله يرحم أيام زمان، وانت قلت لابنك الله يرحم أيام زمان، وابنك هيقول لابنه الله يرحم أيام زمان. أنا جاي عشان أعرف بس كان في إيه زمان هو اللي خلى الناس تترحم عليه. يعني الناس عاجبها زمان البيوت بالني كانت أفضل من البيوت اللي موجودة دلوقتي، ولا اللمبة أم جاز، ولا اللمبة الصفرة الصغيرة اللي كانت بتنور بالعافية، ولا الأمراض اللي كانت منتشرة وملهاش علاج، أو لو حابب تتعالج تسافر من القرية اللي انت عايش فيها لحد المدينة. هو ده الله يرحم أيام زمان؟ هو ده زمان اللي بتستمتعوا بيه؟ ليه الناس شايفة ان دايما زمان افضل من الوضع الحالي، مع ان انا شايف ان الوضع الحالي افضل من زمان، الا في حاجة واحدة بس نتفق عليها كلنا، وهي الاخلاق. الاخلاق اللي كانت زمان افضل من دلوقتي، دي الحاجة الوحيدة. ولكن دلوقتي في انترنت وتليفون وتلفزيون. زمان كان التلفزيون صغير كده، وكان تفتحه تقعد تستنى على ما يفتح بالنص ساعة، وكان يقفل في ميعاد معين. دلوقتي الموبايل بيقربك لأي حد. زمان كانت الغربة أصعب من دلوقتي، كان الواحد على ما بيشوف أهله يقعد بالسنة ونص ما يشوفهمش أو يكلمه، ونكلمهم عن عبارة عن شريط بيسجله ويبعته لهم، وعلى ما بيوصل له الشريط بتكون الأحداث اتغيرت. لكن دلوقتي بتشوف أهلك صوت وصورة 24 ساعة معاهم. يبقى أنهي أحسن كان زمان؟ محبش كلمة الله يرحم أيام زمان. أنت اللي مش عايز تتطور، وعقليتك مش عايزة تفهم إن الكوكب اتغير، وعايز تعيش في ماضي زمان. زمان كان في راحة بال ورضا، دلوقتي نمتلك أكتر من زمان ومفيش لا راحة بال ولا رضا. لو عجبك كلامي اسمعه تاني وفكر فيه. سلام.